السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا الفيديو ده انا هتكلمك فيه عن اخر ما تم او البريس ريليز او البيان الصحفي الخاص بصندوق النقد الدولي. خلاص صندوق النقد الدولي الوفد بتاعه قعد مع الحكومة المصرية وخلاص الموضوع منتهي، لكن في شوية حاجات لازم نبقى عارفينها عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية الفترة اللي جاية ازاي. بعد ما الاجتماع حصل مع الحكومة المصرية، صندوق النقد الدولي نزل بيان صحفي. هقول لكم البيان الصحفي ده بيقول ايه وايه النقط اللي تشمله يعني. بس خليني اقول لكم على ان انا بقول لكم الفترة اللي جاية مش الحكومة المصرية اللي هتكون ليها اليد العليا في تدوير الاقتصاد المصري. مفيش الكلام ده. الصندوق النقد الدولي حط شروط وحط خطة ولازم الحكومة المصرية تمشي عليها، وده هيكون عكس تماما الخطة اللي كانت ماشية بيها الحكومة المصرية. وطبعا الخطة اللي كانت ماشية بيها الحكومة المصرية وصلتنا ان احنا عندنا عجز في الميزانية قيمته 5 مليار دولار، ووصلنا ان احنا حاليا مش عارفين ناكل ونشرب. فعشان كده انا شايف من وجهة نظري الشخصية يعني ان دي حاجة كويسة جدا، ان خلاص اللي هيكون سايق الاقتصاد هو قرارات صندوق النقد الدولي. فهو ليه عمل كده؟ يعني ليه حط شروطه؟ علشان هو اللي يحرك الفترة اللي جاية اقتصاد البلد هيبقى ماشي ازاي، علشان يضمن ياخد فلوسه. فاهمين قصدي؟ يعني من الاخر كده يعني هو اللي هيدور الدنيا علشان من الاخر يضمن ان فلوسه هياخدها. ولازم تبقوا عارفين ان القرض ده قيمته 3 مليار دولار، هيتقسم على 8 اجزاء، كل جزء كل سنة فيها جزئين، ونهايته هتكون سنة 2026. خلاص ده كده باختصار الموضوع بتاع القصة دي. ولو الحكومة كانت يعني لما طلبوا القرض وافقوا على الشروط، من ضمن الشروط دي ان لو انتوا وافقتوا على الشروط دي احنا هنعمل لكم تسهيلات بقروض اخرى قيمتها من حتت تانية قيمتها 14 مليار دولار. حبيبتي يا زوزة الله يبارك لك يا حبيبتي، ده بنورك. خلاص طيب هقول لكم سريعا مبدئيا كده. النهارده سعر الدولار وصل ل 29 جنيه ونص. خلاص سعر الدولار مقابل الجنيه 29 جنيه ونص، وده رقم كبير جدا. لكن لو تفتكروا في الفيديوهات بتاعتي انا كنت قلت لكم ان احنا هنوصل لل30 ولل31، لكن ده مش هيستمر كتير. ودي فعلا اللي قالته وده اللي اتقال حتى كمان في البيان الصحفي بتاع صندوق النقد الدولي. خليني اقول لكم بس سريعا لو انتوا فاكرين بس الاول ان انا هقول لكم ايه اللي هيحصل، فده اللي هقول لكم ده مش رايي، لان يعني اكيد انا مش هقعد اهري زي ما الرئيس قال بطلوا هري. لا انا مش هقعد اهري، فاللي انا بقوله لكم ده مش رايي انا، ده كلام الكلام الصندوق النقد الدولي هو اللي قال الشروط. هقول لكم الشروط كلها، وهو اللي قال النتيجه بقى لو الشروط دي حصلت ايه اللي هيحصل. وخلي بالكم هو هيراقب التعهدات اللي الحكومه قالتها بموافقه على الشروط مرتين في السنه، مره في شهر 9 ومره في شهر 12. طيب خليني اقول لكم سريعا. اولا رفع، خلي بالكم الكلام ده مش هتلاقوه ولا في قناه تلفزيونيه ولا في اي حته ولا في الدش ولا في البش ولا الكلام ده، لان محدش هيقدر يطلع لكم الكلام ده. خلاص انا بقول لكم اللي حصل يعني عشان برضو الكلام يبقى واضح. انا بقول لكم اللي حصل بالظبط. طيب اولا رفع الدعم تماما خلاص فيما عدا الغذاء والصحه والسولار. رفع الدعم تماما، مفيش حاجه، الحكومه مش هتدعم اي حاجه تاني خالص. مفيش حاجه اسمها فلوس رايحه للدعم. خلاص مش قصه هيتحكموا فينا عشان الناس لا ده مش تحكم يعني. ده من الاخر كده انتوا مش عارفين تظبطوا اقتصاد البلد بتاعكم، انا هقول لكم تعملوا ايه عشان الاقتصاد بتاعكم يرجع يتعدل. فدي الخلاصه يعني. طيب تعالى اقول لكم بقى رقم 2، تحرير سعر الصرف تماما بدون اي تدخل حكومي. تحرير سعر الصرف تماما بدون اي تدخل حكومي. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها الدوله هتقول الدولار يقف عند سعر كذا او يقف عند سعر كذا. خلاص عشان بس نبقى متفقين يعني.
ضمان من الدول العربية بعدم فك ودايع ليها بقيمة 28 مليار دولار حتى 2026. واخدين بالكم من الشروط؟ يعني رغم كل الشروط اللي البنك الدولي صندوق النقد الدولي حاططها، الا اذا يعني هم كمان برضو لسه قلقانين. طيب القلق ده عشان يسدوه قال لك خلاص يا جماعه شوفوا اخواتكم بقى العرب، اخواتكم هيضمنوكوا ازاي؟ هم عندهم ودايع بقيمه 28 مليار دولار ما يجوش جنبها لغايه 2026. والغريب ان الدول العربيه كلها وافقت، يعني كل الدول العربيه وافقت ان هي تضمن مصر علشان ناخد القرض ده وناخد التسهيلات دي، علشان من الاخر كده البلد ما تخربش. لان من الاخر كده من غير القرض ده والقروض التانية اللي البنك صندوق النقد الدولي هيسهلها لنا، احنا ما كناش هنعرف ناكل ونشرب في الكام سنة الجايين دول خالص على الاطلاق. ماشي. المهم انا قلت لكم خلاص من ضمن الشروط ان ال 3 مليار دولار هيبقوا على 8 شرايح خلاص لغاية سنة 2026. إدارة النظام الاقتصادي ده من ضمن الشروط، إدارة النظام الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي. يعني هيبقى فيه مراقبة، مش إدارة يعني هم هيجوا يشغلوا البلد، لا، هو هيبقى فيه مراقبة على النشاط اللي بيحصل طبقا للشروط دي. وطبعا المراقبة دي هتكون موجودة هيجوا يعملوا رقابة مرتين في السنة، مرة في شهر 9 ومرة في شهر 12. ترشيد، بصوا بقى اللي جايه دي جامده جدا وعجبتني جدا. ترشيد الانفاق الحكومي لكل الوزارات. يعني ايه بقى؟ يعني مفيش مرتبات خزعبليه، يعني مفيش حفلات وسهرات مفيش مراسم وتتويج ومش عارف ايه، مفيش سفريات على حساب الدوله مش عارف فين. الغي يا باشا كل الكلام ده فيما يخص بس الحاجات الضرورية جدا لوزارة الصحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، والحاجات الضرورية جدا. غير كده مفيش. كل المرتبات الخزعبلية والمكافآت الخزعبلية والحوافز الغريبة، كل الكلام ده يا باشا انتهى، مفيش منه. صندوق النقد الدولي قال لك انا لو لقيت في اي مراجعة من المراجعات الكلام اللي احنا شايفينه حاليا ده في الميزانية بتاعتكم، احنا هنوقف القرض تماما وهنلزمكم بدفع ما تم اخذه فورا. انا عجبني الكلام ده، يعني صراحة انا عجبني الكلام ده. خلاص. قال لك تأجيل المشاريع الحكومية التي لم تبدأ ويوجد بها مكون دولاري. طبعا كل حاجة فيها مكون دولاري، يعني عشان بس عشان نبقى متفقين، يعني كل حاجه فيها مكون. انت النهارده لو بتعمل مشروع زي مثلا المحطه اللي انا واقف فيها دي، وحبيت تجيب مثلا شويه ماكينات الرش ولا بتاع اللي هي بتاعه الميه والكلام ده، هتجيبها هتستوردها، هتبقى بمكون دولاري. فمن الاخر يعني كده كل المشاريع الحكومه كانت حطاها في خطتها للكام سنه الجايين دول، يعني 23 و24 و25 و26 مفيش. من الاخر المشاريع اللي هتتعمل هي بس اللي هيكون مفيش فيها مكون دولاري. من الاخر زي ما انا كنت قلت لكم من اللايفات اللي فاتت، احنا محتاجين نعمل مشاريع تكون بانتاج او بخامات محليه ويكون بناتج محلي 100%. ده اللي انا قلته قبل كده، وهو ده اللي صندوق النقد الدولي فرضوا على الحكومه، وانا برضه شايفها حاجه كويسه جدا على فكره، مش وحشه خالص يعني. تحرير سعر الوقود والغاز. يعني لو الدوله بتدعم البنزين والغاز فسيتم رفع الدعم عن البنزين والغاز. خلاص. يعني من الاخر كده في الفتره اللي جايه في زياده في اسعار البنزين واسعار الغاز اللي بيجي لك البيت والغاز اللي بتحطوه في العربيات سعره هيرتفع، والبنزين سعره هيرتفع. لكن السولار اللي هو الديزل بتاع بقى النقل والمواصلات والحاجات دي ادعمه عادي، مفيش مشكله.
ولو عايز تدعم الصحة والغذاء والتموين ادعمهم برضو، مفيش مشكلة، علشان الشعب يعرف يعيش. يعني من الآخر كده ده علشان الطبقة الفقيرة اللي هي بتعتمد على الجاز في المواصلات وفي نقل الأكل ونقل الفاكهة والكلام ده، وكمان التموين اللي هو برضو معتمد على الطبقة الفقيرة، دول ما تجيش جنبهم، دول هيفضلوا زي ما هم، ما فيهمش أي مشاكل، ما حدش هيجي جنبهم. تمام. السماح للمصريين، هو ده بقى السماح لمصر سوري بقروض اخرى من منظمات اخرى بقيمه 14 مليار دولار. ده من ضمن برضو الشروط، يعني زي ما انا برضو بأس عليك، بس برضو هفتح لك سكه تانية علشان تاخد قروض تانية، علشان تقدر تعمل مشاريع بانتاج محلي، عشان تقدر تصدر، عشان تقدر يبقى ليك ايراد من العمله الصعبه، علشان ساعتها ما تبقاش تلجأ وتاخد قروض تاني. انت واخد بالك؟ هم عايزين، هو طبعا هو عايزك تبقى ماشي صح، بس هو عايزك تبقى ماشي صح ليه؟ عشان يضمن ان هو ياخد فلوسه، وفي نفس الوقت عشان هو ياخد فلوسه ويضمن ان هو ياخد فلوسه، فانت هتمشي صح، فانت اقتصادك هيتظبط. وهو ده اللي انا كنت عمال بنادي فيه بقالي، يعني صوتي اتنبح بقالي قد ايه، عمال اقول عايزين نشتغل، احنا عايزين نزرع، عايزين نصنع، عايزين نصدر. اهو هتعمل اللي انا كنت بقوله لك، هتعمله غصب عنك. علشان ايه؟ علشان تتظبط، عشان اقتصادك يتظبط، وعشان ما يبقاش فيه بطاله، وعشان ما يبقاش فيه تضخم، وعشان قيمه العمله بتاعتك تبتدي تشم نفسها وتطلع. كل ده مش هيتم غير بالكلام ده. قال لك يا سيدي بقى ايه، في بقى نقطه كمان، هتبيع الشركات المصريه، هتبيع جزء او كل من الشركات المصريه لصناديق خليجيه، والكلام ده بقيمه 4.5 مليار دولار. وده فعلا بدأ يحصل. زي ايه؟ بس عشان الناس تبقى فاهمه، مش هيجي واحد يقول لك ده هيبيع الاصول المصريه، ده هيبيع قناه السويس، ده هيبيع سينا للامارات، ده هيبيع مش عارف ايه للكويت. لا مفيش الكلام ده. الدوله تمتلك شركات، والجيش بيمتلك شركات ملهاش اي علاقه ان هو يمتلكها. زي مثلا شركات زي شركات الوقود بتاعت محطات وطنيه ومحطات شيل اوت والحاجات دي، اجبروا ان هو لازم يدخلهم في الاقتصاد في البورصه، عن طريق ان هو لازم يبيع جزء كبير من الشركات دي للخليج. قال لك ما تبيعهاش لشركات اوروبيه، علشان ما بيعها لاخواتك اللي هم ضامنينك. ف هتبيعها، لما هتبيع الشركات دي هتتحكم على 4.5 مليار دولار. وزي برضو الشركات الخاصة بالزيوت والشركات اللي بدأت تقفل في الفترات اللي فاتت دي، الشركات دي هترجع تشتغل تاني خلاص، بس مش هتكون بفلوس مصرية، هتكون بفلوس خليجية. خلاص؟ انتوا فاهمين قصدي ايه ولا مش فاهمين؟ يا ريت بس الناس اولا انا محتاج رايكم طبعا، تقولوا لي ايه رايكم، وهل الكلام ده مفيد فعلا زي ما انا واخد بالي، ولا لا ده يضرنا؟ يعني هل الحكومه فعلا خدت قرار صح ان هي توافق على الشروط دي، ولا ده كان قرار غلط؟ محتاج اعرف رايكم. ما تنسوش بقى شير عشان الناس كلها تشوف الكلام ده، لان الكلام ده محدش قاله. الكلام اللي بقوله لكم ده محدش قاله خالص على الاطلاق، ومش هتشوفوه في التلفزيونات ولا الكلام ده خالص. طيب قال لك كمان عدم تفضيل الشركات الحكوميه في المناقصات. يعني النهارده لما يكون عندك مناقصه، وفي مناقصه مثلا الدوله طرحه مناقصه مثلا لعمل مشروع مستشفى مثلا، فمتقدم للمشروع في المناقصه دي مثلا 4 شركات، منهم شركه فيها جزء مثلا فيها 20% حكومي، وخلاص مش هيبقى فيه شركات حكوميه 100%، مش هيبقى فيه الكلام ده، الا طبعا الحاجات الاستراتيجيه دي مالهاش علاقه. خلاص. فقال لك للشركه دي لو داخله المناقصه ما يبقاش ليها تفضيل، ما يبقاش ليها فرصه اكبر من الشركات الثانيه، لا يبقى تفضيلك بس للخامات والسعر، هو ده اللي انت بتفضل عليه. انما عشان شركه حكوميه فتديها مثلا درجه اعلى شويه، لا مفيش الكلام ده. وده برضو اقتصاديا كلام مظبوط على فكره. مفيش حاجه اسمها عشان شركه مني فتبقى هي الاولى، لا مفيش الكلام ده خالص. المفروض ان كله زي بعضه، اللي هيديني خامه كويسه وهيديني سعر كويس هو ده اللي يدور، غير كده ما يدورش. كفايه ده بقى الكوسه اللي كانت بتحصل دي، والحاجات اللي كانت بتتم من تحت الترابيزات والكلام، كل الكلام ده خلاص مش هيدور تاني. كل الكلام ده مش هيدور تاني، عشان بس نبقى متفقين يعني. طيب دي الشروط. قال لك لو انت بقى
لو الحكومه المصريه مشيت على الشروط دي، واحنا هنيجي نراجعها في شهرين في السنه، شهر 9 شهر 12، ونراجع كل المنشآت ونراجع كل القرارات ونراجع كل التحركات الاقتصاديه، وهنشوف الكلام اللي احنا قلناه ده، ومرتبات الناس اللي اتقللت، والزيارات والمناسبات والحفلات اللي اتوقفت، هيشوفوا بقى كل الكلام ده. لو لقوا ان الكلام ده ماشي مظبوط، قال لك النتائج بتاعت الكلام ده، اولا ديون مصر هتقل ابتداء من السنه اللي جايه، الديون بتاعت مصر هتقل، وهيكون في استقرار للعمله، سعر الصرف هيبقى ليه استقرار وهيبقى ليه ملامح واضحه وثابته، وده هيخلي ان المغتربين التحويلات بتاعتهم هترجع تزيد زي الاول. بيقول لك برضو ان المغتربين اللي كانوا بيحولوا فلوس كتير من بره لمصر وقفوا بقى لهم فتره، لان هم مش شايفين استقرار لسعر العمله، فمش عارفين هيحولوا النهارده والفلوس هتبقى بكام، فهو مستني لما يشوف السعر يثبت عند رقم معين عشان بعد كده يبتدي يحول، لان هو شايف ان كل يوم السعر بيعلى فبيقف، يقول لك لا استنى لما اجيب اخره عشان استفيد وافيد اهلي. فقال لك لو الشروط دي اتنفذت، برضه هيبقى عندك استقرار في تحويلات المغتربين، ودي هترفع معاك معدلات العمله الصعبه داخل البنك المركزي. وبعدين قال لك صادرات مصر هتزيد ابتداء من النص الثاني من 2023 بنسبة 25%، و2024 بنسبة 35%، و2025 بنسبة 45%، و2026 هتزيد بنسبة 60%. فده معناه ان انت هتغطي احتياجاتك من العملة الصعبة في خلال ال3 سنوات الجايين، ومش هتحتاج انك تاخد قروض تاني خالص ليها علاقة بالعملة الصعبة. واخدين بالكم ان الكلام ماشي ازاي؟ عشان بس تبقوا فاهمين يعني. خلاص. وبعد كده قال لك برضو من ضمن النتائج سد العجز للميزانية اللي بقيمة 5 مليار دولار، ده هيتسد، وهو ده كان السبب الرئيسي لان مصر قدمت على القرض ده، وان هي كانت عايزة تسد عجز الميزانية اللي ب5 مليار دولار، لان لو ما كانش ده اتسد ما كناش هنعرف ناكل ونشرب، كان يبقى عندنا مشكله اقتصاديه صعبه جدا اكتر من اللي احنا فيها حاليا على فكره. يعني انا مش بقول انا مع ولا ضد، انا بشرح لكم الموقف عشان برضو انتوا ممكن ما يبقاش حد بيقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. فانا شايف ان انا هفضل كده لغايه اما الحكومه تبتدي بقى ان شاء الله، يعني نعيشنا وكلنا عمر، تطلع حد كاريزما كده ينقل لنا الكلام ويشرح لنا الدنيا ماشيه ازاي. من هنا لغايه ما ده يحصل انا هفضل معاكم ان شاء الله، اشرح لكم واقول لكم الاخبار واقول لكم الدنيا ماشيه ازاي. خلاص. خلاص كده انت خلاص المفروض هيبقى ما عندكش عجز في الميزانيه، ما عندكش ديون، ما عندكش اي مشاكل اقتصاديه بعد الكلام ده، فهتبتدي تفوق. وده اللي هيخلينا بقى نوصل لايه من ضمن النتائج؟ انخفاض اسعار جميع المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة، والكلام ده هيتم تدريجيا من النص الثاني من 2023 وحتى 2026 بالتدريج. يعني إيه؟ يعني النهاردة لو أنت عندك سلعة معينة سواء كانت عربيات، أكل، شرب، whatever، خلاص، فأنت الأسعار بتاعت السلعة دي هتبتدي ترخص ابتداء من النص الثاني من 2023، وامتدادا بقى مثلا النص الثاني مثلا على اخر النص الثاني من السنه اللي جايه مثلا الاسعار تبتدي تنزل بحوالي 10 15%، على 2024 كمان 10 15%، على 2025 كمان 20%، وهكذا. طول ما انت عندك شغل، يعني بتشتغل وبتزرع وبتصنع، فانت بالتالي هيبقى عندك تصدير، فبالتالي هيبقى عندك وفرة في العملة، فبالتالي قيمة الجنيه بتاعتك تبتدي ترتفع، فبالتالي تبتدي تسد احتياجاتك وما تستوردش، فبالتالي الاسعار لازم تنزل. ده يعني اي حد بيفهم يعني نظريات عرض وطلب كلام فاضي يعني ب2 جنيه هيفهم الكلام اللي انا بقوله لكم ده. من الاخر كان لازم الحكومة تاخد القرض ده من الاخر. ده رقم 1. رقم 2، لو انت فاكر ان اللي حصل ده هيضرنا، فانا بقول لك رأيي الشخصي لا، ده مش هيضرنا، ده بالعكس
ده في مصلحة الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية بشكل كبير جدا، وفعلا هيجبر الحكومة ان هي تغير الخطة الاقتصادية بتاعتها اللي ماشية بيها، اللي احنا كلنا قلنا لها الخطة دي مش هتوصلنا لحاجة. خلاص هيجبرها ان هي تغيرها بنسبة 360 درجة. هتغير يعني بدل ما هي كانت ماشية كده هتبقى ماشية كده. يعني انت فاهم؟ اختلاف كامل، اتجاه تاني خالص. وانا شايفه كويس، لان احنا هنبتدي نفكر بشكل مختلف. واكتر حاجة عجباني بقى موضوع مرتبات والفسح والعلاوات اللي اتلغت دي. كفايه بقى خلوا يعني خلي عندكم شويه من احمر. كفايه. انا مش مع ولا ضد ولا فارق معايا ان انت تتكلم عليا حلو او تتكلم عليا وحش. انا من الاخر جبت لك خلاصه الموضوع وخلاصه الخطه اللي احنا او اللي البلد ماشيه بيها في الاقتصاد بتاعها في الفترة اللي جاية. عجبك الكلام اهلا وسهلا، مش عجبك الكلام برضو اهلا وسهلا على دماغي. لكن كل اللي انا طالبه منك انك تكتب رأيك بمنتهى الامانة وبمنتهى الادب. زي ما انا بنقل لك المعلومة بمنتهى الادب، انت حضرتك كمان لما تيجي تنتقد او ترد بمنتهى الادب. ده واجبك وده واجبي. اي حد هيخرج عن النص بلوك، علشان انا عندي ناس هنا محترمة ما ينفعش تتفرج على كلام ما يصحش. مهم يعني لينا ربنا وهو شاهد ومطلع، وربنا ان شاء الله يفرجها علينا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. اعمل شير واعمل لايك واعمل كومنت علشان كلامنا يوصل لكل الناس. وانا بقول لك اهو، لو انت ضد او مع الكلام ده مش هتشوفه في اي حتة تانية غير هنا، او عند اي حد ليه بيحب البلد وبينقل معلومة لوجه الله. خلاص؟ كل القنوات الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اون تراك. وما تنساش يعني قبل ما تقفل وتمشي صلي بينا على النبي وادعي دعوه كده لينا وليك والمصر بالخير باذن الله في ما هو قادم. اشكركم جزيلا. كان معاكم اخوكم شريف ياسر اون تراك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.